قصة معبرة. كان سهيل بن عمرو في سفر هو وزوجته، وأثناء الطريق اعترضتهم قطاع الطرق وأخذوا ما معهم من مال وطعام، وجلس اللصوص يأكلون ما حصلوا عليه، فانتبه سهيل بن عمرو أن قائد اللصوص لا يشاركهم الأكل، فسأله سهيل: لماذا لا تأكل معهم؟ فرد عليه اللص: أنا صائم. فاندهش سهيل فقال له: تسرق وتصوم؟ فرد عليه اللص: إني أترك بابا بيني وبين الله لعلي أدخل منه يوما ما. وبعدها بعام أو عامين رآه سهيل في الحج عند الكعبة وقد أصبح زاهدا عابدا، فنظر إليه اللص وقال لسهيل: من ترك بينه وبين الله بابا دخل منه يوما ما نصيحة إياك، وأن تغلق جميع الأبواب بينك وبين الله تعالى حتى ولو كنت عاصيا، فلعل بابا واحدا يفتح لك أبوابا كثيرة.